سؤال برلماني للحكومة بشأن استمرار أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر. وجهت النائبة فاطمة سليم عضو مجلس النواب سؤالا للحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن استمرار أزمات العديد من السلع على الرغم من بعض القرارات الحكومية للحل. وقالت النائبة: يوما بعد يوم تتفاقم أزمات السلع الغذائية بصورة لم يسبق لها مثيل، ولعل أبرزها السكر والبصل. متابعة: وعلى الرغم من إعلان الحكومة العديد من القرارات لإنهاء معاناة المواطنين، إلا أن الأزمة تتزايد بشكل ملحوظ بدون داع. وأشارت فاطمة سليم إلى أن البصل تجاوز سعر الكيلو 5 جنيها على الرغم من إعلان الحكومة في وقت سابق وقف التصدير، موضحة أنه من المعروف أن وقف التصدير يؤدي لتوافر السلع في السوق المحلي ومن ثم تراجع أسعارها، إلى أن العكس حدث في مصر. في بعد قرار وفعل التصدير ارتفع السعر لأكثر من 100%. أزمة ارتفاع أسعار البصل والسكر. وأوضحت عضو مجلس النواب أنه ارتفعت أسعار البصل بصورة جنونية وغير مسبوقة، وهو الأمر الذي يؤكد أن القرارات الحكومية لا تسمن ولا تغني من جوع، أو أن هناك محتكرين في السوق، والحكومة بكافة أجهزتها لا تستطيع مواجهتهم. وقالت فاطمة سليم: نفس الأمر تكرر مع السكر الذي تجاوز سعره هو الآخر 50 جنيها، الأمر الذي أدى إلى انتشار الطوابير أمام المجمعات الاستهلاكية. وأشارت عضو البرلمان إلى أنه على الرغم من اتخاذ الحكومة العديد من القرارات إلا أن الأزمة ما زالت قائمة، وهو ما يؤكد أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بعدم القدرة على ضبط الأسواق، لا سيما أن وزير التموين أكد أكثر نمرة أن هناك مخزون استراتيجية كافية، وأنه لتواجد مشاكل في توفر للسلع. وطالبت النائبة فاطمة سليم الحكومة بكشف الأبعاد الحقيقية لهذه المشكلات وطرق التعامل معها، مؤكدا أن هناك غيابا واضحا لدور الأجهزة الرقابية في مواجهة المتلاعبين في الأسعار.